في غرفة مهجورة في المستشفى ديال الأمراض العقلية تلقات واحد السيدة ميتة، والمرعب ماشي هو في الموت ديالها ولكن البقعة أو الأثر اللي خلات. كان عنده رأي آخر، واخا كيمسحوها كتعاود ترجع. هاد القصة بدات بوفاة عادية حتى ولات من أغرب الألغاز في ولاية أوهايو الأمريكية. قصة اليوم هي بقعة لجثة مارغاريت تشيلينغ. هذه ماشي قصة خرافية ولكن قصة حقيقية وقعت سنة 1978 داخل واحد المستشفى الأمراض العقلية. كان قديم شوية، هو الاسم ديالو حاليا يمكن دريجيس، في مدينة أوهايو. كان هاد المستشفى واحد من أكبر المستشفيات الأمراض العقلية في أمريكا، وكان فيه بزاف ديال المباني ضخمة وفيه بزاف ديال الكولوارات طوال، وكانوا فيه حتى أجنحة مهجورة. مارغاريت شيلينغ، مارغريت كان في العمر ديالها 53 سنة. كانت امرأة هادئة، من غير أنها كانت كتعاني من اضطراب عقلي، ولكن زعما ما كان عندها حتى شي خطورة أو زعما كانت عنيفة. بالعكس أنها كانت واحد الإنسانة كتميل للعزلة والسكون. و واحد المعلومة كنت لقيتها ملي كنت كنقلب على هذا الموضوع. لقيت أن الوالدين ديالها كانوا تخلاو عليها في هذا المستشفى ديال الأمراض العقلية من وهي طفلة صغيرة. ما عرفتش بالضبط شحال كان في العمر ديالها، مي لقيتها اللي تعرفت هاد القصة هذه كان في العمر ديالها 53 سنة. مارغريت كيف قلت لكم انها كانت انسانه كتميل للعزله والهدوء. ما كانوش كيسدوا عليها في غرفه بوحديها ولا زعما كانت عنيفه. بالعكس كانت كتخرج، كانت كتبقى تدور في داك الكولوارات ديال السبيطار، كتدور في داك الاجنحه، في هذوك الممرات، كتدخل من شومبرا وكتخرج كتدخل شومبرا وحده اخرى. يعني حتى الممرضات يعني ما كانوش زعما عارفينها انها انسانه عدوانيه اللي غيبقاو مقابلينها ورادين ليها البال اكثر من الاخرين. كيف ما قلت لكم كانت معروفه انها كتميل للسكون، يعني واحد الانسانه هادئه ترونكيل بزاف. حتى نهار جوج في شهر 12 كيف العاده خرجت مارغريت كيف العاده ديالها، كدور في هذوك الكولوارات، كدور في داك السبيطار. كتدخل من هاد الشومبر تدخل الشومبر واحده اخرى عادي كيف ما موالفه اياماتها العاديه. واحد الوقيته حتى غبرات على دوك الممرضين ديال السبيطار والموظفين. لاحظوا الاختفاء ديالها، بداو كيقلبوا عليها. وكيف قلت لكم انا راه السبيطار كبير بزاف وفيه بزاف ديال الاجنحه، مع العلم ان راه فيه واحد الاجنحه ومن بينهم واحد الجناح ان 20 عقلوا عليه. غنعاود نرجعوا ليه. هذا الجناح يعني مهجور بزاف ومهجور لسنين طويله. فجاهم تقلب صعيب، بعد ما قلبوا عليها حبسوا التقلاب حتى قالوا يمكن راه غتكون هربت من السبيطار، وحتى حد ما رد ليها البال. مع العلم ان مارغريت، نعاودوا نرجعوا للهضره اللي قلت في الاول، ان مارغريت انسانه هادئه بزاف، ترونكيل واحد الدرجه كبيره. دازوا ايام، دازوا اسابيع، حتى داز على الاختفاء ديال مارغريت 41 يوم بلا ما يعرفوا حتى حد اشنو وقع ليها ولا فين مشات ولا شنو طرا ليها ولا من جهه شدات. ما عرفوهاش حتى نهار 12 في شهر 1 1979. كانت شي حاجه خاسره في واحد الشومبرا في الجناح اللي قلت لكم ان 20، وكان شي مشكل تما خاصو يتصاوب. جا المعلم ومشاو لهداك الجناح ان 20 باش يشوفوا المشكل اللي كان في واحد الغرفه كاين فيه، مع العلم ان هذا الجناح جا في واحد الطاج فوق بعيد مهجور كيف ما قلت لكم سنين طويله. المعلم حل الباب ديال هداك الشومبرا حتى كضربوا الريحه ديال العفن مجهده خارجه من هداك البيت، حتى كيلقى الجثه ديال مارغريت تمايا مسرحه في الارض بلا حوايج، يديها مجموعين فوق الصدر ديالها، حوايجها مطويين ومحطوطين حداها، والجثه اصلا كانت في مراحل متقدمه من التحلل. جاو المحققين عينوا الجثه ديال مارغريت. كيف قلت لكم ان لقاوها في مراحل متحلله، عفوا مراحل متقدمه من التحلل. فملي داروا داك التحقيقات ديالهم ظنوا على ان مارغريت دخلت لهذيك الشومبرا المهجوره ملي كانت كدور في هذاك الجناح،
وتقال على انه يمكن ان الباب ديال هذيك الغرفه ملي دخلت تسد عليها وما بقاش بغا يتحل. فما قدراتش تخرج وبقات واحله في هذيك الشومبر حتى توفات مارغريت. وسبب الوفاة ديالها من بعد التحليلات اللي داروا ليها لقاو على انه سبب الوفاة كيف قلت لكم هو فشل في القلب. كان بسبب كثرة البرد اللي ضاعفت ليها المشكل، لان كان البرد هذاك الجانح كان شوي ما كانش دافي، كان فيه البرد بزاف، زيد عليها قله الماكله، ما كلاتش، راه المده ديال 41 يوم ما كلات ما شربات. كيف ما قلت لكم البرد لقاوها حوايجها محيدين. ومن بعد ملي هزوا الجثه ديالها هنا فين كاين المشكل. لقيت اللي تهزت الجثه ديالها كيف ما قلت لكم ماشي الغريب هو موتها، ولكن داكشي اللي بقى من وراء الموت ديالها وهي البقعه اللي بقات او لاطراس ديال الجثه ديالها اللي بقى في الارضيه لمده اسابيع، حيت ملي حيدوا الجثه كيف ما قلت لكم وبقى لاطراس ديالها واضح بزاف كيف ما كتشوفوا في الصوره، يعني الجسد ديالها كله بقى مرسوم في الارضيه. والغريب في الامر ملي المستشفى حاولوا ينظفوا هذيك الارضيه بزاف ديال المرات، ولكن الاثر ديال الجثه ديال مارغريت ما بغاش يحيد ليومنا هذا. كيف ما قلت لكم حيت الجثه ديال مارغريت لقيتها اللي ما تلقاتش بدات كتحلل شويه بشويه. بدات الجثه ديالها كتطلق دوك السوائل والدم والبلازما والدهون، خصوصا في هذاك الشومبرا اللي كان قلت لكم كان بارد بزاف. والدهون اللي في الجسم ملي كتذوب كتولي كلها ماده بحال الشمع وكتلصق في الارضيه، وهذيك الماده سميتها لا ديبوسير. وهاد الماده الاسم ديالها لا ديبوسير هي عباره عن مجموعه ديال الاحماض اللي كتكون دهنيه، واللي الاسم ديالها حمض بالماتيك. فهاد الشيء علاش الارضيه شربت هذيك الماده، الشيء اللي خلاها تبقى لاصقه او لا تلصق دغيا في الارض، لانها كيف ما قلت لكم هذيك الماده ديال لا ديبوسير ملي نزلت من مارغريت لصقت في الارض، يعني بحال تحلت مع دوك المكونات او الماده مناش مصوبه الارضيه. كيف ما سبق لي الكارت في الارضيه جاتها سهله انها تشرب هذيك الماده وما تبقاش تحيد، يعني واخا داروا المواد الكيميائيه حكوا الارضيه عاودوا صبغوها، ولكن البقعه بقات كتبان. ودازت سنين وتحولت هذه البقعه الى الاسطوره محليه وتسمت بقعه مارغريت شيلينغ. وحتى اليومنا هذا الزوار اللي كيمشيو لهداك المبنى او لهداك المستشفى كيقدروا يشوفوا اثر ديال الجسم ديال مارغريت بقى لاصق في الارضيه. وطبعا من بعد هادشي كامل اللي طرا بدات كتداول الاخبار على ان روح مارغريت مازال كتجول في هذاك المستشفى. وبعض الزوار اللي مشاو لهذيك المستشفى كيقولوا على ان المراه كتوقف في النافذه في الطابق العلوي في الليل في البيت اللي كانت وفات فيه مارغريت شيلينغ، وكيسمعوا تقرقيب في الليل وبالضبط في هذاك الجناح ديال ان 20. وهذا علاش ولا المبنى ولا اشهر بلاصه مسكونه في امريكا. هذا علاش هاد القصه هذه كتعتبر من القصص اللي فيها ظواهر غريبه، او قصه خلات من وراها بقعه جسديه اللي معمرها ما تنسات ليومنا هذا. كانت هذه القصه ديالنا ديال اليوم، نقول لكم السلام عليكم ونتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.